بالكرة او الربط، وايضا عندهم الامكانيات الهدافين على طرفي الملعب. اليوم وين المعركة برأيك؟ انا برأيي المعركة معركة مدربين. اليوم معركة مدربين، فريقين بيملكوا الامكانيات الهجومية والدفاعية. اليوم عم نشوف نادي الصفا فريق منظم جدا من الناحية الدفاعية، اغلاق المساحات، ما بيعطي اي فريق يلعب ما بين الخطوط، والدليل على ذلك 9 مباريات 3 اهداف متلاقي. وهيدي القوة الدفاعية بتعطيه القابلية ليروح على النزعة الهجومية اللي بيملكها. خط هجوم قوي، هداف يمتاز بالسرعة، يمتاز بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، عنده قدرة تهديفية عالية جدا. القرار هلا حيتخذه. طبعا مع الإشارة لأنه آخر لقاء جمع الفريقين كان بالأسبوع ال14 من سداسية الأوائل بالموسم الماضي، وفاز الظاهرين يلي قادرين يروحوا هجوميا ويغطوا دفاعيا هن رح يعملوا التوازن ويكونوا كامل الأمور، ويكون عنده قدرة على التهديف، بيكون هو الفائز. خليني اقول انه يعني غالبا مباريات الفريقين بتنتهي بهدف او هدفين، اكثريه المباريات هيك، والعديد من المباريات التاريخيه يعني طبعا بين الصفا والانصار، على امل تكون عندنا الكثير. صفا يلي موجود بالمباراه ايد الوجه دائما بيكون معبى المدرج. هذا الجمهور الزعيم الكره اللبنانيه، زعيم الالقاب نادي الانصار بكثير كبيره. مين رح يتصدر الدور الاول من مرحلة الذهاب للدوري اللبناني؟ كرة بداية مع فرصة لفريق الأنصار، فرصة لفريق الأنصار داخل منطقة الجزاء. نادر عم بيحرك المباراة أكثر وأكثر، عم بيولي على المدرج، عم بيهز كسروان وجودي كلها، عم نرقص نحن بغرفة التعليق من جمهور الأنصار. المدرج عم بيهز، عم بيهتز. نادر مطر سجل هذه الكرة صعبة، منا سهلة أبدا يقدر يسجلها. نادر مطر قدر يسدد كرة بقدمه اليسرى على يسار مصطفى مطر، يلي هون خدعته الكرة تماما، وسدد وسجل وهز الشباك وأعطى التقدم لفريق الأنصار 1-0 من هدف أكثر من رائع. هدف بيتدرس، هدف حلو، هدف